هالشقة فاضية من زمان. بيت مين بدكن؟ سوهان خانو؟ اي نور، أهلا وسهلا. الحمد لله على سلامتكم. بس فكرتك جاي لحالك يا خانو. كنت جاية لحالي بس جسور بيك قرر انه يجي معي فجأة وما قدرت اني امنعه. لا تتفاجئي، انا جيت لهون لانه الموضوع بخصني، واللي رح تحكيه متعلق بمقتل امي. تفضلوا خلونا نحكي جوا. مرحبا. أهلا وسهلا. يسلم. أنا ما بعرف إذا حاكتك سوهان عن الموضوع، بس هي ضد فكرة إنه تضل جوليا ببيت المزرعة، وأنا حاولت أحكي لأبوك أكتر من مرة عن هالقصة بس هو ما رضي يسمعني. وأنا كمان ما بدي أسمعك. كورهان، أنت بتعرف إنه جوليا ما لها أمان، هي حية وخرابة بيوت. جاهدة، ما بحق لك تحكي عن هالموضوع، أنت اللي عملتي فينا هيك. صدقني إنه أنا عم أتعاقب على كل شي عملته يا كورهان، وبعرف إني غلطت، بس بنتنا شو ذنبها؟ جوليا عم تهددني ببنتنا. بصراحة هي هددتني إنه رح تقتل بنتنا يا كورهان. شو؟ ايه صدقني هيك كانت عم تقلي. يا ربي. شو ساوي؟ أنا ما عاد فيني أتحملها لهي المجنونة بنوب، وفوق كل هالتوران رح يطلع من السجن بهالكام يوم. روحي لعند تحسين وشكيله، مو هو اللي قرر إنه يحميكن؟ ليش ما وفى بوعده معكن؟ كورهان، كأنك أنت نسيت قديش جوليا ممثلة شاطرة. أساساً عمي تحسين ما عاد صدقني أبداً. لك بتصدق إنه صرت خاف أشرب مي لتكون حاتطلي فيها شي، وكمان وقت بنزل عن الدرج بخاف تكون وراي وتدفشني وأوقع. بترجاك يا رب احميني أنا وبنتي. يا روحي أنت بنتي حبيبتي، صدقيني أنا رح أعمل كل شي بقدر عليه لحتى أحميكي. يا رب يكون فيني أحميكي لحتى تولدي يا عمري أنت بنتي. تعال سلم على بنتك، خليها تحس فيك، قرب، إلا أنك أبوها الحنون. كورهان، أنا بترجاك من قلبي، إذا ما بدك تفكر فيني على الأقل فكر ببنتنا، على القليلة بس خليني هون لحتى أولد لو سمحت، مشان بنتنا، يعني مو مشاني أنا يا كورهان.
من امتى ابوكي بيشتغل بالمدينة؟ والله إذا صح يلي عم تحكي الشرطة، إله 2.5 شهر تقريبا تارك كورلوداك. يعني بهالحالة فينا نقول انه ابوك اختفى بعد ما انقتلت امي فورا، مو هيك؟ شو قصدك سيد جسور؟ يعني أبي القاتل؟ ليكي جسور مو هيك كان قصده. ما اجينا حتى نتهم ابوكي وما منشك انه هو القاتل. احكي عن حالك سوهان. نحن ما تأكدنا من شيء. إذا مو هو القاتل معناتها أكيد بيكون ساعد القاتل. يعني لو كان هو اكيد بيكون هالشي مو بإرادته، ممكن يكون تورط بالموضوع. يعني ممكن يكون هو انخدع وهذا الاحتمال الأكبر. إيه طيب إذا كان بريء ليش لحتى يهرب ويختفي هيك؟ معناتها هو متورط بالقصة وبيعرف كتير منيح الوسخ اللي فات فيه. ليك نحن ما رح نعرف نحل الموضوع بهي الطريقة. أنا ليش عم عذب حالي؟ أصلا أنت أسهل شي عليك ترمي التهم على الناس. لا تواخذيني رجاء. يعني أنا مو جاي لهون وحاطط براسي إنه اتهم أبوكي أبدا، بترجاكي فهميني، لأنه قاتل أمي لساته برا، فهمتي علي؟ يمكن أبوكي بأقواله يفيدنا. يعني ممكن تقولي إنه شهادته مهمة كتير بالنسبة لإلنا. إذا هو ضل هربان ومختفي بهالطريقة معناتها بيكون هيك عم بيساعده للقاتل. صدقوني فهماني عليكم، بس يعني أنا شو فيني أعمل؟ قلت هالحكي للشرطة كمان. ما بعرف شي عن أبي من شهور، من وقت ما خان لأمي ونحن ما منشوفه ولا منتحاكى، لا أنا ولا حتى أمي. يعني بعد ما هرب ما شفتيه؟ طيب أنتي ما فكرتي وين ممكن يكون متخبي؟ يمكن تتذكري شغلات تمسكنا راس الخيط. للأسف وقت اجت الشرطة وسألت عنه اتصلت فيه، طلع مغير رقمه وما قدرت اني اوصل له. نحن لازم نوصل له. اللي خان امي معه؟ جبتي سيرتها للشرطة يا إينور؟ لا والله ما خطر ببالي. طيب مين هي؟ شو اسمها؟ مرة امي حكت قدامي وبعتقد اسمها سلمى. شو هي كنيتها؟ أنا بعرف إنه هي بتشتغل جرسون بفندق 5 نجوم على الأغلب، هاد كل شي بعرفه. شو اسم الفندق؟ والله ما بعرف، بس أكيد رح يكون فندق قريب من اسطنبول. يمكن أمك بتعرف وين. ممكن، كانت دائما تراقب حساباتها، رح أسألها. الحلو قاعد لحاله عم يبكي وما حدا حاسس فيه. البيت مليان نسوان وتاركينك لحالك؟ ها؟ يلا تعال عندي يا بطل. اصلا انا فهمت عليك ليش انت عم تبكي. انت بدك حدا يحملك ويلعبك، مو هيك جدو؟ تركوك لحالك وما اهتموا فيك يا حبيبي. يلا يا بطل شوف شو رح اعمل. بق 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 بق. عجبتك ما؟ نعيدها كمان. تحسين بيك لا تواخذني، أنا ما كنت بعرف إنك هون. وين كنتي؟ ها؟ أنا ليش جبتك لهون؟ مو لحتى تهتمي بالولد؟ ايه طبعا، بس صار برد قمت رحت لحتى جب له حرام. أعطيني إياه عنك. تعال يا عمري أنت. زافر بيك قل له باي لتحسين بيك. شو هي بيك؟ خليه يقول لي جدي تحسين، فهمتي؟ بس هيك بتكبر حالك يا تحسين بيك وانت لساتك شب. ريحان يلا تعال نروح حبيبي. ريحان يلا يا عمري تعال. تفضل تحسين بيك. وين كنتوا مختفيين؟ مو قلت لكم ما تتركوا الولد لحاله ابدا؟ بس امه معه يا بيك، وانا ما عم لحق على المطبخ. وين جاهدة؟ ليش ما عم تساعدكم؟ طلعت من العصر ولسه ما رجعت. وين راحت؟ اكيد لعند هذا الخاين جوزها، مو هيك؟ قولي لها ما عاد بدي اشوف خلقتها بالبيت ابدا. والله ما بعرف وينها يا بيك، انا ما بعرف وين راحت بنوب. دبري حالك هون لنشوف شو بدنا نعمل. والله غير شكل، صار عندك بيتك الخاص مو هيك؟ بتتذكر شو حلمنا سوا بهاللحظة يا كورهان؟ رح خليهم يجيبوا لك اغراضك من المزرعة.
ولا يهمك، لا تستعجل، أصلا أنا جبت معي الأغراض الضرورية. بس بحب خبرك هون ما رح تكوني مرتاحة مثل هنيك. أنا هون ما عندي خدم وحشم بنوب، يعني رح تشتغلي شغلك بإيدك، طبخ كوي وغسيل وتنظيف، يعني كل شي. ومو بس هيك، ممكن الشغلات يلي بتخصني. أنت جوزي، طبعا فيني أعمل كل هالشغلات، بس اليوم ما رح لحق أطبخ. فينا نطلب بيتزا من برا، ما هيك؟ أنت اطلبي إلك، أنا طالع هلأ. ولوين بدك تروح؟ عالسهرة. بهالوقت المتأخر؟ أصحك تفكري إنه إلك حق علي، أنت هون بسبب الولد. يعني فكري مليون مرة قبل ما تسألي سؤال واحد مدام جاهدة. ايه طيب حبيبي، مثل ما بدك، بس أنا كنت عم أسأل لأعرف إذا رح تتأخر ولا لا. والله ما بعرف. ايه صح، قبل ما انسى، كويلي قمصاني بعد ما تاكلي البيتزا تبعك. من عيوني. أكيد ما رح نسأل عن المرأة، رح نتصرف مثل الزباين. ونحن بهالمنظر هاد مو هيك؟ ليك إذا عرفناها ما رح نبلش نسألها ونحقق معها، عم تفهم؟ منراقبها من بعيد. أمرك يا خانم، لسه عندك أوامر تانية حابة تقوليها؟ جسور، عم أحكي عن جد. هالمرة ممكن تساعدنا إذا خططنا للموضوع صح. الموضوع بيهمني أكتر ما بيهمك سوهان، ولولاي ما كنتي وصلتي لهون، لهيك حاج تعطيني أوامر. يا ريت ما تخرب لنا كل شيء. مرحبا، بدنا نحجز غرفة. 2. طيب معناتها بدنا نحجز غرفتين منفصلين لو سمحتي. بعتذر منكم بس ما عنا ولا غرفة فاضية بالفندق، لأنه الفندق مليان بسبب العرس اللي هون. بس إذا بدكم بكرة بيفضوا، يعني بس يخلص العرس أستاذ. لا شو لبكرة، ونحن معزومين على العرس، يعني عنا حجز دوري منيح لو سمحتي. طيب قلي باسم مين الحجز؟ باسمي أنا، جسور على مدار أغلب. شو هذا اللي عملته؟ ما في حجز بهالاسم بنوب. في غلط من عندكم، بعدين بفندق مثل هاد وقت بيصير عندكم أي غلط المفروض إنه يكون في خطط بديلة، مو هيك؟ يا ريت تحكي للمسؤول، نحن رح نستنى هون، في معنا وقت. طيب بس انطروني شوي لو سمحتوا. اسمعني، ما كان في داعي إنه نحجز هون. كيف بدنا نقدر نوصلها ونراقبها بلا ما حدا يشتلي علينا؟ جسور، ليك وينها؟ مين؟ هي. مبين إنه خدمتها بالعرس. المدير قال لي فيكم تقعدوا بجناحنا الاحتياطي إذا بتحبوا. نحن بنعتذر عن الغلط اللي صار. ولا يهمك، شكرا لكم. بس ما في غرفتين، في عنا غرفة واحدة إذا ما عندكم مانع طبعا. بالحقيقة ايه غرفة واحدة، ما في مانع. هوياتكم لو سمحتوا. تفضلي. على فكرة أنا في عندي مانع. ما فينا نعمل شي بنوب، مجبورين إنه نتحمل بعضنا هالليلة يا سوهان. جسور. طيب قلي شو مشان الثياب تبعنا؟ رح يشكوا فينا ونحن عم نحضر العرس بهالثياب هدول. يعني ممكن اسأل عن شغلة؟ ونحن جايين لهون صار معنا حادث وضيعنا الشناتي. وطبعا ما رح نحضر العرس بهالثياب، لهيك في هون شي سوق أو شي محل قريب فينا نشتري منه ثياب مشان الحفلة؟ إذا عم تتصلي بجسور لا تتعذبي، ما رح يجي. أها، ليش؟ طلع برات البلدة. آه. وسوهان خانم راحت معه. عن جد؟ غريبة، هن شو عم يعملوا سوا برات البلدة؟ أنا فكرتك رح تفرحي بس تدري. ليش؟ أنت شو صاير لك؟ عقلك وين هالأيام؟ ولا شي، أنا منيحة يا حبيبي. واضح هالشي. كمال، نحن لازم نحرق ميرامية هون لحتى نجدد طاقة هالبيت.
ونمسحه بالمي والخل كمان. صح انقلع رضا الندل، بس ريحته الوسخة معششة بالبيت وأنا مخنوقة منها كتير. عن جد هو واحد وسخ وتصرفاته غريبة. شو جبت المصاري؟ ما في مصاري. ليش بقى؟ نحن اتفقنا انه تعطيني اول قسط اليوم، مو هيك؟ بدك يعني اسرق بسببك؟ فشرت اني اعمل هيك شيء. السرقة ولا شيء قدام اللي عملته بتحسين كورلوداغ لهاللحظة. وكمان في عندك مثل حلو كتير بيقول سرقة البنك مو أكبر من التفكير بسرقته. والموضوع بخصوص كورلوداغ نفس الشيء، ما حدا بيحاسب الحرامي غير الحرامي. صالح، ليش هيك عم تطلع فيني؟ ليك بلشت تخاف منك؟ ها بشو عم بتفكر؟ لتكون ناوي تقتلني؟ بدي ذكرك شو قلت لي مرة. سألتني إذا بدي صير حر وجاوبتك، قلت لك إيه، وقلت إنه ما في عبد بيحب سيده أبدا، وأنت اعتبرت حالك سيد وأنا عبد. أوه، وشو مناسبة هذا الحكي هلأ يا صالح؟ جاي عم تحكي لي حكاية العبيد والأسياد آخر الليل؟ نحن شركة حبيبي، عملنا كل شي مع بعضنا. ليش عم تأمرني اسرق لك مصاري لكان؟ أنا ما رح أعمل هالشي. ورجيني شو رح تعمل. يلا تفضل ونفذ كل تهديداتك. بعدين شو هالمساواة؟ ما فهمت عليك. لاقي عبد تاني ينفذ أوامرك. صالح، ليك نحن عملنا اتفاقية والانسحاب ممنوع. أنا غلطت من الأول، ما كان لازم صدق واحد مثلك. صدقتك وورطت حالي بمصايب كتيرة. كان بدك نكشة لحتى تخون وتعمل كل هالشي، أنا ما دخلني. انتبه على شو عم تحكي، أحسن ما كسر أسنانك. أنت هيك عم تغلط يا صالح، دير بالك، عم حذرك لآخر مرة. عم تحذرني مو هيك؟ لا تفكر إنه تهديداتك رح تخوفني. أنا صحيت وعرفتك على حقيقتك. قلت لي صحيت، برافو. صباح الخير. مين يلي صحاك؟ ها؟ بنتك عملت انعاش لضميرك؟ كل شي بإيدك انقع واشرب ميته، ما رح تخوفني. بدك قلك ليش؟ ليش؟ ما بتعرف؟ ليش؟ قلي، يلا جاوبني. أكيد بتعرف الجواب. ما لأنه نحن اتنين مشتركين بالجريمة، يعني إذا أنا وقعت أنت رح توقع. لا تشيلي عينك عنا، مو لهالدرجة هلأ بتشتلق علينا. وقت تروح من هون رح نلحقها. وبعدين؟ يا بتاخدنا لعنده أو منخليها تحكي. بس لو فينا ناخد تليفونها كنا عرفنا كل شي بسهولة. إذا بتقدري خديه، ما منكون ضيعنا وقتنا هون على الفاضي. أهلا وسهلا.
تشربوا شي؟ شكرا إليك. صودا مو هيك؟ تفضلي. شكرا إليك. بعد إذنك، لإمتى بتضل الحفلة؟ للساعة 4 يا بيك. الكلام مو مثل الفعل أبدا، مو هيك يا مدام؟ يا الله منك يا كرهان. لا ما بيخونني. كرهان مستحيل يعمل هيك، هو بيحبني. مستحيل يعملها. ممكن اشرب مثل ما عم بشرب البيك؟ هي اذا ما كان حقه غالي طبعا. شراب على حسابي. يسلموا. بتعرف انك ما بتشبه ابوك بنوب. انتوا مختلفين مثل الليل والنهار. واحد له 30 سنة محبوس بيقدر يميز الاختلاف بين اثنين؟ ايه، الواحد وقت بيضل حاله كل هالفترة بيسمع احساسه، مو الاصوات العادية. المحبة، الغضب، الحقد والكره والطمع. بيقولوا يلي بيشوف بعاطفته ما بيعمى ابدا. والله انا ما عاد عرفت حالي حتى. لانك بتسمع عن حالك من الناس مو من داخلك. شو نسيت يا كورهان انه انت هلأ الابن والاخ والزوج؟ ورح صير اب كمان. انا واثق انك رح تكون اب منيح. شايف قديش بصير البيت هادي بس ينام ابني تحسين بيك؟ والله اشتقت احكي كلمتين مع شي حدا. اصلا بهالبيت ما حدا بيطيقني بنوب. معلش اقعد معك شوي؟ لو كانت عادلة خانم هون ما كانت خلتني أقعد معك أبدا. شو جاب هالحكي هلأ؟ يعني خطر ببالي فجأة أنا وعادلة خانم ما كنا نتفق تحسين بيك. يعني بعتقد إنه كانت تشوفني منافسة لإلها، أو يمكن هي كانت تغار عليك كتير زيادة عن اللزوم. عم بيتهيأ لك جوليا، عادلة بتعرف مكانتها وبتعرف إنه ما حدا بيعبي عيني غيرها. إيه طبعا تحسين بيك أكيد معك حق، بس نحن النسوان طبيعتنا غريبة شوي. يعني نحن منغار كتير،
خصوصا وقت نحب. هي تخلت عن حياتها لأنها بتحبني، بس كله هذا رح ينتهي ورح رجعها على البيت. إن شاء الله، إن شاء الله يا تحسين بيك. أنا بعرف وكتير منيح شو يعني الانتصار، بس كمان بيقولوا اللي بعيد عن العين بعيد عن القلب. طيب ما رح أزعجك أكتر تحسين بيك، تصبح على خير. أمك رح تجني يا روحي. بس لا، أبوكي ما بيعمل مثل هيك شي، لأنه عينه مستحيل تشوف وحدة غيري، ما هيك؟ ها؟ عن جد طيب. شربت كتير منه. بتعرف قديش شربت؟ ما بعرف. عديتيهم؟ ايه عن جد؟ اكيد بتكوني عديتيهم. قولي لي قديش طلع معك؟ 5. برافو عليكي، شاطرة. يعني صرت شربانة كتير، انتبه لحالك شوي. ماشي، رح خفف. انت قدرة، عم احكي لمصلحتك جسور. المهم ما تسكر. انت ليش ما شربتي؟ لازم حدا منا يسوق، مو هيك؟ ملاحظ انه ما حدا غيرنا قاعد؟ هي طريقتك لحتى تقولي لي قوم نرقص سوا؟ لا، مشان قلك خلينا ما نلفت نظر. هالحكي مو صحيح. يلا. Tükendim içinde biliyorum, bitirdim kendimi görüyorum, seni unutamıyorum, seni kalbimde kan lekesi, izleri sildim evet, üstümde cesetleri. Seni ben sevdim, seni hep bildim. Gel beni kurtar, olduğumu bil.
في حدا عم يتصل بسلمى. sildim evet üstümde cesetleri seni seviyorum seni. والله تكسروا رجلي من الوقفة وللساعة 4 لأخلص. شو لحقت تشتقلي؟ ايه طول بالك شوي. أنا بدي للساعة 10 الصبح لأطلع من هون. طبعا حبيبي أنا جاي لعندك فورا. ليش أنا فيني روح لمكان تاني؟ شو صار لك؟ والله وأنا كمان مشتاقت لك كتير. ماشي حبيبي، معناها أنت ارتاح منيح هلأ ونم لك شوي. شوفك الصبح. ليك لا تنسى مثل المرة الماضية ها، لا تفتح الباب لحدا. ماشي؟ باي حبيبي. تفضل. شكرا لك. كانت عم تحكي معه. هي الساعة 10 رح تطلع من هون وتروح لعنده. الله، بلمح البصر عرفتي كل هالمعلومات؟ والله برافو عليك. وانت كمان بلمح البصر تعرفت على بنت. يلا بما انه عرفنا الشيء اللي بدنا اياه ما في داعي نضل قاعدين هون، لازم نتحرك الصبح. روحي نامي. حاجة تشرب؟ أنا طالعة. باي. أنا ما قلت لك لا تستنيني؟ شو بدي أعمل؟ هذا الشي مانو بإيدي. كأنك شربان صح؟ مع مين كان الاجتماع تبعك بالفندق؟ انتي شو دخلك؟ ما دخلني، بس يعني شو هالاجتماع اللي بيضل هلأ؟ جاهدة، أنا ما قلت لك إنه في عندي اجتماع، قلت لك إني رايح أسهر. بعدين أنت أساسا مالك علاقة. يلا روحي نامي. مرحبا. أهلين. فيني أقعد معك؟ ما تواخذيني، أنا لازم أروح.
أنا كتير اشتقت لك كوران. سيرين، شو عم يصير هون؟ مين هي سيرين؟ جاهدة، انت شو عم تعملي بتختي؟ انت عم تخوني مزبوط؟ جاهدة شو بدك، روحي من تختي لو سمحتي. كنت عرفانة، أكيد أنت كنت سهران عندها هلأ، ما هيك؟ معلش تطلعي من غرفتي وبيتي وحياتي، إذا مو مناسبك هذا الوضع احملي حالك وانقلعي. لك الله يلعنك، ما رح سامحك، كان قلبي حاسسني. ليش هيك عملتي فينا؟ كان ممكن تتغير كل حياتنا. ليش ما قلتي لي؟ جسور شو كان رح يتغير لو أنا قلت لك؟ كل شي. كل شي؟ كيف يعني كل شي؟ كنت رح تصير إنسان تاني فجأة؟ أنت رح ترجع الإنسان اللي حبيته؟ أنا لساتني الإنسان اللي حبيتي. لا أبداً، أنت ما عم تشوف حالك يا جسور. تحولت وصرت تحسين كورلوداغ، مالك حاسس بهالشي؟ مستحيل صير مثل تحسين كورلوداغ. أنت من وقت ما أجيت قلت عن أبي إنه قاتل، مو هيك؟ وأنت يا جسور كنت رح تصير مجرم، كنت رح تقتله كمان. بس ما قتلته. الإنسان بتتكركب أفكاره هون لأنه الوقت طويل كتير والأصوات براسك بتضل عالية على طول. لا انت لا تسمعي هالأصوات أبدا. بيقولوا لبعيد عن العين بعيد عن القلب ما. بس معك انت هالحكي مستحيل. الله الله، حلو كتير. ما خلص شي أبدا. أنا حامل. كذبت عليك. وقت بيسمع انه عادل انخطفت ما عاد رح يشوف بعيونه ورح يجي لهون بسرعة. ووقت بيجي جسور رح يقتله لتحسين الكلب وبيموت بلا ما يعرف شو صار. لوين فايتة؟ شو هي لوين؟ رح نحكي زلمة لزلمة، انت استني الشرطة هون. ليك أنا اللي جبتك لهون، ما فيك تخليني برا، عم تفهم؟ خلينا نقول مو برا، وقفي قدام الباب. جسور